مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم أسرتي، ولقاء يتجدد مع أسرة يوم الجمعة وعدد جديد من مجلة لها. وطبعا هنختتم بالفقرة المحببة لينا كلنا وهي صفحة بالهنا اللي هتصحبنا فيها مدام مها مرعي، وهتقدم لنا النهارده هنشوف خليها مفاجأة معانا، واللي دايما في الحقيقة أطباقها كلها أجمل من بعض. مشاهدينا الكرام، نتمنى ان صفحاتنا النهارده تحوز على اعجابكم وعلى رضاكم. دلوقتي هنخرج فاصل سريع ونعود لنبدا اولى صفحاتنا، فكونوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، اهلا بيكم مره تانية. دلوقتي جاء ميعادنا مع فقره بالهنا في مجله لها، اللي دايما بالحقيقه بنكون احنا نفسنا متشوقين علشان دلوقتي معانا مدام مها مرعي واصنافها الجميله، كل مره بتقدم لنا حاجه حلوه. يا ترى النهارده نحييكي طبعا في الاول، اهلا بيكي منورانا. ربنا يخليكي. اهلا بيكي يا مدام. الحمد لله. النهارده هتعملي لنا ايه يا مدام؟ في الاول اقول لك كل سنه وانت طيبه بمناسبه العام الهجري الجديد، وكل سنه وحضراتكم طيبين. يا رب يكون عام جديد كله خير وبركه على مصرنا الحبيبه والامه العربيه والاسلاميه يا رب ان شاء الله. احنا في كل مناسباتنا الجميله بيبقى فيها اكل، فالنهارده هنعمل فطير مشلتت بطريقه بسيطه جدا، بطريقه ظريفه وما فيهاش اي تعقيدات، وباذن الله تعجبكم ان شاء الله. جميل. هو سر نجاح اي فطير مشلتت بيكون في حاجتين اتنين، اللي هو بنريح العجينه كويس قوي لان هي ما فيهاش خميره، وفي نفس الوقت لازم وانا برققها في الاخر تكون طبقات رفيعه. نبتدي نقول المقادير مع بعض. اتفضلي. معانا نص كيلو من الدقيق المنخول، ومعلقه صغيره من الملح، وربع لتر ميه. والحقيقه انا عشان سهل على ست البيت بقول يعني لو مج اللي هو 250 مللي يبقى هو ده المعيار بتاعي. دي مكونات العجينه. بعد كده بحط في الحشو نص كيلو من السمنه، يا ريت تكون سمنه بلدي يكون افضل، وبحط معلقتين من الزبده على الوش، والزيت ده بدهن بيه الصينيه وبدهن بيه السطح بتاع العجينه عشان ما ينشفش. يعني احنا عندنا سمنه بلدي وعندنا زبده وعندنا زيت ان شاء الله، بس كل حاجه ليها حاجه ان شاء الله. واذا كنت بتسالي على الدايت يا وفاء النهارده معلش بلاش الدايت، ممكن نمشي بعدها اجازه بمناسبه بالظبط كده. نبتدي نحط الدقيق الاول. انا طبعا لازم ننخل الدقيق كويس قوي، نحطه. مش ضروري طبعا العجانه، يعني مش لو ما عنديش العجانه بالعكس بنعجن بالايد مفيش اي مشكله. وبعدين بندوب الملح، بندوب الملح كده في الميه، ونحطه. طبعا انا عايزه اقول لحضرتك ان معيار الميه مش ثابت، لانه حسب الدقيق، حسب العجينه وحسب نوع الدقيق كمان. انا ليا ان هو العجينه تسيب الجدار بتاع الحله، او لو انا بعجن بايدي يبقى خلاص ثابت الاناء اللي انا بعجن فيه. نعم. معلش انا هستاذنكم، هيعمل صوت مزعج بس ثواني معلش. الجدار بتاع الحله كده. نبينها للكاميرا. ايوه ده المعيار ان انا اعرف ان هي خلاص اكتفت، لان هي خلاص ثابت الجدار بتاع الحله كده. وبكملها انا. بكون انا دايما حاطه جنبي شويه دقيق كده، على اساس لو احتاجت ان احنا نفرش لها الدقيق كده، وبعجنها كويس. احنا قلنا ان سر نجاحها ان احنا نعجنها كويس ونسيبها ترتاح. هنسيبها ترتاح لان هي يعني حوالي مثلا ساعه. يا ريت لانها كل ما ترتاح كل ما بتديني نتيجه احسن بكتير. بصي حضرتك هي كده بعملها عشان هنقسمها حوالي 4 أو 5
اجزاء. بس هراعي ان اخر جزء هيكون اكبر جزء. يعني هنقول ايه، نفردها كده كويس. هي المقادير دي لفطيره واحده. يعني لو عايزه اكتر ممكن اضاعف الايه الكميه. اهي بعوز برضو ايدي شويه دقيق كده كده نقسمها. ادي 1 2 3. ممكن الاخيره بقى عايزه اسيبها اكبر منهم شويه، دي هسيبها كبيره. طيب هنعمل ايه؟ هكون محضره صينيه كده وادهنها زيت. ادي الصينيه اهي اهي. ايوه بعملها كراريات كده، انا ضغطه كده بايدي بعملها على شكل دايره. ايوه ونحطها على جنب. لازم نحطها كده تستريح. احنا اتفقنا هنغطيها بزيت علشان وشها ما ينشفش. مفيش عجينه على فكره لما بنعجنها الا لازم نغطيها بزيت عشان ما تعملش قشره على السطح. ايوه تمام. دي نقطه مهمه قوي. تمام. وبعدين بصي حضرتك انا يعني بتك بايدي بضغط بايدي علشان تاخد شكل الدايره. لو تفتكروا حضراتكم عملنا مره حلقه عن العيش الكايزر وازاي ان انا برضو كنت بديله التتبيله دي وكان جميل جدا. وكان يعني لا استحسان حضراتكم لو تحبوا نعمل حلقه مخبوزات او بيتزا احنا تحت امركم في اي طلبات تطلبوها ان شاء الله. دي الكبيره بقى اللي هي القطعه الاخيره انا قصدي ان انا اخليها كبيره. دي يا مدام دي اخر واحده بقى انا هعملهم طبقات. وبعدين دي اللي هتلمهم كلهم. ايوه تمام. عشان كده عشان اكبر شويه. بالظبط كده. بصي بقى حضرتك احنا عملناهم كده طبعا عايزين ننظف مكاننا بس. المفروض بقى نسيبها كده نص ساعه يا ما. هنروح حاطين بقى ايه؟ هنروح حاطين الزيت كده على وشها. نشوف عشان ما تنشفش. لو سبتها كده هتعمل قشره. اعمل كده لازم اغطي كل الوش بالزيت. وانا طبعا دهنه من تحت برضو زيت. تمام كده تمام. هي دي الصينيه المفروض هتدخل للفرن. هي دي انا بحتاج صينيتين جنبي بس مش دي اللي هتدخل الحقيقه. دي اللي بنجهز فيها. دي اللي بنجهز فيها. وبعدين هنجيب بقى فوطه نظيفه ونروح مغطيينها كده وهنحطها في مكان دافي لمده مثلا ساعه عشان احنا دخلنا في الشتاء ممكن نسيبها ايوه ساعه. في الشتاء نسيبها مده اطول. بالظبط كده. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ بنيجي بقى ناخد هي هنا الفن بتاع اللي هو زي ما قلت لحضرتك. قولي لنا اسرارك بقى يا مها. ربنا يخليكي. هنيجي كده هننقلها ونحس ان احنا هنستعمل ايدينا بس ارجوكي خلي بالك من الخطوه دي كويس. دي اللي فيها بقى ايه السر. انا عايزه هي عشان مش مرتاحه على فكره. دي ملاحظه برضو يا ريت حضرتك تخلي بالك. عشان العجينه مش مرتاحه عشان احنا لسه عاملينها كل ما بفردها بترجع تاني. لو هي كانت مرتاحه واخده وقتها على كل ما افردها تستجيب. لكن هي مش مستجيبه لان انا لسه عاملاها. خلاص يبقى احنا نلاحظ بقى الملحوظه دي بالظبط. وهنفتح كده انها لسه من جوه لبره. لو اتقطعت ما تقلقيش. ما تقلقيش يعني. هي ممكن تبقى فيها قطعات معلش هي هتتدارى. انا بس اللي يهمني ان اخر قطعه دي اللي ما تتقطعش. بس دي لو اتقطعت مفيش اي مشكله لانها بتبقى في وسط الرقاق بتاعتها. ايوه بالظبط. وهنجيب بقى السمنه بتاعتنا وهنحط كده. طريقه الفطير المشلتت ده مش بيتعمل بقى بيتفرد ويبقى رفيع. بالظبط. ما انا بفرده بقى بايدي. انا شايفاكي مكتفيه بايديكي. بالظبط. يعني احنا لما نيجي نعمله بايدينا مش بحاجه ثانيه. لا مش بالنشابه. لو تقصدي مثلا فرد بالنشابه لا مش مهم. مش مهم النشابه خالص. لان زي ما انت شايفه هي طريه مش مستحمله يعني. طيب بجيبها بقى الطرف بشده كده وبجيبها كده. بنفرد سمنه بس يا مع. ايوه بالظبط. هل في ممكن اضافات تانية ولا بس ممكن سمنة؟ زبده ممكن قشطه ممكن لو حضرتك عندك مثلا اقصد مكسرات يعني لو في ناس بتحط انت تقصدي اللي هي اللي حلوه الفطيره الشرقيه. لا بصي هقول لك على حاجه. دي فطيره مشلتته. ممكن تحطي الاضافات اللي انت عايزاها تبقى حتى زي البيتزا. واخده بالك يعني نفس العجينه ممكن نعملها اضافات. بالظبط. انا عملت اول واحده كده وادي تاني واحده. هنكرر بقى في كل بس هنا في فن. العجين دي بس هنا في فن عشان ايه انا بحاول اخلص بسرعه عشان وقت البرنامج. فاحنا اهو تمام كده بفردها قوي. كل ما تقدري تفرديها تدي نتيجه احسن. وبنحط السمنه ونوزعها تمام اللي كده. طبعا اكيد لما تكون سمنه بلدي تبقى احلى. تبقى روعه. الفطير المشلتت تبقى روعه. تفضلي بقى هي معاكي هتكون مرتاحه هتتفرد كويس قوي. وتجيبي برده الطرف كده للنص
انا بدي لحضرتك التكنيك بتاعها. هي طبعا بتكون اكبر من كده شويه، بتكون الفرد بتاعها بيوصل لاكبر من كده، وكل ما تزودي المقدار كل ما هتديكي كميه اكتر. تمام. بصي بقى حضرتك، انا عملت دي وهنخليها برضو على جنب. نفرد دي كده كده، وبرضو بنحط السمنه. المفروض بقى ان انا بحط كل واحده في قلب الثانيه، كل واحده في قلب الثانيه. امال بعد كده الخطوه اللي بعد كده ايه؟ ما هي بقى اللي هتديها الرقات وتخليها مورقه. الحركه اللي انا بعملها دي ان انا بعمل رقات، عارفه زي ايه؟ زي الملفيه، زي طريقه الملفيه بالظبط، الرقائق بتاعه الملفيه بالظبط كده. قريبه منها يعني، مش نسخه منها، بس اللي هي بتديها رقات السمنه دي هي اللي بتخليها مورقه. بصي بقى حضرتك، انا بجيب دي وبجيب دي. طب ليه دي ليه دي مفروده معاها؟ ليه دي مفروده؟ عشان دي هتطبق جواها. وممكن الاثنين مع بعض، ممكن واحده يعني. انا ممكن ايه، انا عملت دي اطبقها كده واطبقها كده واجيبها كده واجيبها كده. وبعدين ممكن احط دي، وممكن لا بالعكس برضو دي تبقى مفروده ويجوا فوقيها. يعني الحركه دي هي اللي بتورقها. خلاص هنعمل كده، هنعمل دي وانا سايبه اخر واحده للاخر اهي. تمام، نفس التكنيك بتاعنا. قطعت منك ما تقلقيش، نفرد ونحط هنحط سمنه ونطويها مع بعض. ايوه بالظبط، وبعدين نرصها مع بعض. وبعدين مش هقفلها بقى، هجيب اللي فاتوا جواها. ايوه صح. اهي انا كده معايا 3 رقات بالظبط. وكل ما هتزودي مقدار الدقيق بتزودي الرقات اكتر. صح كده. بتشدي دي مع مراعاه بقى طبعا الرقات تكون رفيعه والسمنه كويس. بالظبط، كل ما هتبقى رفيعه. دي بقى الكبيره اللي مش عايزاها تتقطع مني، دي مش عايزاها. طيب خلينا ناخد مداخله من مدام امل. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي مدام امل؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه، كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك بالصحه والسلامه. وانت بالصحه والسلامه. سؤالك ايه يا مدام امل؟ اتفضلي. انا الاول حابه اشكر مدام مها وعلى تالقها دايما، وانا بشكرها. وعملت البسكوت على فكره يا مدام مها الاسبوع اللي فات. الله يخليك. البسكوت اللي بالعجوه صح؟ البسكوت اللي بالعجوه وعجب اولادي جدا، وانا مبسوطه جدا ان هو عجبهم والله. لان انا وصفه مفيد جدا طبعا. انا سعيده والله. طبعا. والفطير بقى النهارده ده هجربه ان شاء الله، اتصل المره اللي جايه واقول لحضرتك برضه. يبقى الف هنا وشفا. انا سعيده باتصال حضرتك، لو ليكي اي طلب تحت امرك. الله يخليكي. نفسك نعمل ايه؟ نفسك نعمل ايه يا مدام امل مره ثانيه؟ انا عجبتني فكره البسكوت، ويعني انواع مختلفه من البسكوت والحاجات اللي هي مفيده للاطفال وسريعه. دي انا عجباني الفكره بتاعت بتبقى مناسبه ليهم قوي وهم رايحين المدرسه ان هم ياخدوا اي حاجه سريعه، مش كده؟ انا عجباني قوي دي، ونفسي يا مدام مها تكملي فيها ان شاء الله. ان شاء الله تحت امرك، نعمل بسكوتات ان شاء الله. شكرا ليكي مدام امل. متشكره قوي، متشكره يا مدام مها، والمشرقه دايما والله. ربنا يخليكي. الف شكر الف شكر. شكرا لحضرتك. حبايبك كتير يا رب يحفظك. ما شاء الله. ربنا يخليكي، ده من ذوقك حقيقي يعني. الله يحفظك ويخليكي يا رب. ده تلفزيوننا وبيكو وفريق العمل الجميل، انا مش لوحدي طبعا. بصي حضرتك، دي اخر طبقه، دي اخر طبقه. دي اللي انا حريصه بقى ما يكونش فيها قطعات، عشان دي اللي هتلمهم. أيوة. اخر تكنيك عايزين نوريه بقى لحبايبنا المشاهدين. انا دلوقتي فردتها اهي كويس، ما فيهاش قطعه. هجيب بقى الطبقات اللي انا عملتها، احاول ادورها يعني ابططها كده، اديها بس الشكل الدائري كده كده بايدي بخفه. انا مش بضغط ولا حاجه، بس تاخد الشكل الدائري. تمام، عشان احنا عارفين ان شكل الفطيره مدور. ايوه مظبوط كده. وبعدين هاخدها كده اهو واشيلها احطها هنا. تمام اهو اهو، وحطيت برضه السمنه اهو، وهروح قافلاها. انا موزعه السمنه كده وعليها. هنبتدي نقفل بقى. تمام كده بشكل دائري كده. واضحه كده الصوره تمام. انا بحاول ادورها كده بايدي. وكل الطبقات دي ما عندكيش فكره لما هتخش في الفرن تورق وتبقى في منتهى الجمال. وبعدين ادي نيجي بقى لصينيه التقديم. صينيه التقديم لازم برضو الخبيث. انا اسفه، لا صينيه الخبز فعلا هي هتدخل الفرن. هندهنها كده زيت، وبعدين هنجيب دي كده اهو، وهقلبها بقى، بس اديها الشكل الدائري الحلو كده، واروح قلباها بحيث انها تكون على الوش اهي. ايوه الجزء. ايوه اهي. بصي بقى حضرتك،
يعني تقعد قد ايه بقى في الفرن؟ قد ايه؟ دي بقى ملاحظه مهمه قوي. بصي حضرتك لازم تدخل فرن سخن. كون يعني مولعين الفرن الفطير عكس الحلويات. الفطير انا هو كده بحاول اخليها تاخد حجم الصينيه بتاعتي اهو كده عشان تملى، واراعي ان الصينيه تكون قدها. ما قلتليش تاخد قد ايه؟ هتاخد حوالي 10 دقائق مش اكتر، بس كده، بس الفرن حامي. يعني درجه حراره 200 او 220 اكون مسخناه 10 دقائق قبلها، تدخل 10 دقائق في الرف الوسطاني، وبعدين حضرتك تشيليها. يعني هتدخل كده زي ما حضرتك شايفه كده. انا خليتها على قد ما اقدر واخده حجم الصينيه. احنا مراعيين ان هي مش مخبوزه، يعني معنى ما ارتاحتش بالظبط، ما خدتش النص ساعه اللي هي انا قلت مثلا ترتاح ساعه. وقبل ما ندخلها الفرن يا ريت برضه نسيبها ترتاح حوالي ساعه. ادخلها على الفرن على درجه حراره 220 اللي هو اعلى درجه. ما بتكملش 10 دقائق. بس ملاحظه مهمه، قبل ما تستوي خالص لازم ارفعها فوق عشان الشوايه تدي الطبقه الذهبي الجميله اللي بتاخد الشكل الحلو. خلينا نشوف بقى الشكل النهائي للفطيره النهارده. ده الشكل النهائي بعد ما قعدت 10 دقائق وولعت لها الشوايه. وطبعا عايزه اقول لحضرتك في هنا الزبده حطينا على الوش قبل ما ادخلها على الشوايه، حطينا معلقتين الزبده عشان هي اللي لو حضرتك خدتي بالك القرمشه واللون الذهبي ده مش هتديهولها السمنه بس. عندي بقى قشطه فلاحي، عندي زبده، بخلط الزبده بالقشطه الفلاحي. هو الطبقه الجميله اللي حضرتك بتشوفيها في الفطير الجاهز هي دي من الزبده او زبده وقشطه. بلاش على الوش نحط سمنه، ايوه بس معلقتين زبده على الوش. السمنه بس جوه الفطير، السمنه جوه واللي على الوش زبده. معانا بقى هنا المش والفلفل الرومي والطماطم والزيتون الاخضر. لا تسلم ايديك الفطير ده يعني بجد طبعا طبق جميل ومناسب قوي للمناسبه اللي احنا فيها. ربنا يخليكي وتسلم ايديكي، وطريقه التقديم كمان احييكي عليها على ذوقك في الديكور والتزيين. انت اللي كلك ذوق. ففعلا تفتح النفس. والسمنه البلدي بقى ولو كمان سخنه كمان. هي حلاوتها قوميه ما تتاكلش الا وهي سخنه. طبعا ويا ريت نمشي بقى بعد ما ناكلها، يعني ما نخليش الدسم. ممكن كمان هي مره في السنه يعني ناخد قطعه صغيره، مش لازم ناخد الفطيره كلها، لا نقسمها علينا. والخضار والخضار طبعا حاجه مفيده وشكل جميل. احنا طبعا في نهايه فقرتنا فقره بالهنا بنشكر كل الشكر مها مرعي، مدام مها مرعي اللي دايما تنورنا وتقول لنا اصنافها الجميله. الف شكر، كل سنه وانت طيبه وتسلم ايديك. سنه سعيده على حضرتك. مشاهدينا الكرام، ودلوقتي